صباح الخير. خلوني أعرفكم بالقرص الطرية بالنسبة لي أعرفها من 4 سنين من ساعة ما سافرت، والحقيقة أن أنا من وقتها وأنا بكررها تقريبا، يعني على طول أول ما تخلص أرجع أعملها تاني. أنا بحبها جدا، بحب أعملها بعجوة، فعشان كده أضمن لكم أن انتوا تاخدوا طريقة ناجحة وبمقادير مظبوطة من غير كلكعة كتير. هنعملها بأبسط طريقة. أنا هعمل نص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق بيحتاج مني كوباية من السوائل، لبن رايب أو لبن عادي، أو حتى مية عليها حليب مجفف. أنا باخد ربع كوباية بس من الكوباية الكاملة دي مية دافية، حط عليها معلقة خميرة كبيرة وزيها معلقة سكر، وبقلبهم كويس وبسيبها على جنب عشان أضمن إني أنا الخميرة بتاعتي مظبوطة. في طبق العجن بوزن 500 جرام من الدقيق، اللي هي تقريبا 3 كوبايات ونص من الدقيق. بنخلهم كويس. لو مش متوفر كوباية معيارية، المفروض ان انت تستخدمي نفس الكوباية في قياس جميع المقادير. بعدين بحط معلقة كبيرة من السمسم، ودي اختياري، يعني حابة تحطيها او لا، او تضيفي اي بهارات تانية زي اليانسون الشمر. وبعد كده بحط نص كوباية من الزبدة أو السمنة، أو سمنة وزبدة، أو سمنة وزيت، اللي تحبيه برضو متوفر عندك. أنا بحب تبقى كلها بالسمنة أو بالزبدة، بتبقى ريحتها مختلفة جدا وبتبقى طرية خالص. كل ما بتزودي الزيت كل ما القرصة معاكي بتنشف شوية. ببدأ إن أنا بستها كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي. وبعدين بحط ربع كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من القشطة. زودي سكر عن كده لو انتي هتعمليها سادة. لما بعملها سادة بزود كمان معلقتين غير المعلقة اللي انا حطيتها في الاول مع الخميرة، بس انا النهاردة هعملها بالعجوة. وبعد كده هقلبها كويس مع بعض، وهضيف تاني الخميرة اللي احنا عملناها، وبضيف يعني طرف المعلقة بيكنج باودر، مش بزود خالص. وبعد كده بضيف بقية الكوباية الباقية من اللبن، اللي هي 3/4. أنا عندي خليط من اللبن الرايب واللبن الحليب. لو مش متوفر عندك لبن رايب، ممكن تحطي معلقة خل على 3/4 كوباية لبن، أو ممكن تعجنيها بلبن عادي. بفضل أعجن فيها، بلمها مش بعجن، لحد ما اخد عجينة طرية. وبختبرها بإني أنا لما باخد قطعة من العجين بتبقى معايا العجينة شكل واحد، لما بضغطها مش بتشقق مني زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بغطيها وببدأ أسيبها تقريبا 10 دقايق. بعمل في الوقت ده العجوة، بحط عليها كوباية شوية سمسم ومعلقة زبدة، بدخلهم الميكرويف وهي متغطية، وببدأ اني انا اعجنها كويس وبرضو اشكلها كور. بعد ما العجينة بترتاح وبتخمر، انا مش بسيبها تخمر قوي، يعني مجرد 10 دقايق ربع ساعة بقطعها. انا في العادي بقطعها تقريبا القطعة 50 جرام، قد الكرة الصغننة، وده الحجم المحبب ليا، يعني بحبها تبقى صغيرة. بس النهاردة كنت مستعجلة شوية عشان كانوا بناتي حواليا، فكنت عايزة اخلص على طول. فعملت القطعة 70 جرام، هتبقى بالحجم اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. ببدأ اني انا اكورهم كلهم، واخد اول كورة انا عملتها وافردها كويس. العجينة هتبقى سلسة معاكي جدا. واحط قطعة التمر، وبعد كده بفردها بكف ايدي كويس، يعني بحاول على قد ما اقدر ما استخدمش صوابعي عشان ما تعلمش. وبعد كده بسيبها تخمر براحتها خالص لحد ما حجمها يتضاعف، وبدخلها فرن سخن من 180 ل 200 على حسب حرارة فرنك من تحت. وأول ما بتاخد لون بشغلها الشواية. وبعد كده أول ما بتخرج، دي بالنسبة لي خطوة مهمة، بدهن عليها زبدة بفرشة، وبعد كده بغطيها وبسيبها ترتاح خالص. وببدأ ان انا انقلها براحتي، يعني طرية جدا يا جماعة وهشة وطعمها حلو جدا. وزي ما قلت لكم زودوا السكر لو هتعملوها سادة شوية. النص كيلو عمل لي 14 قرصة تقريبا، يعني كان في 2 كده سادة. يعني شايفين طرية جدا، مش بتاخد وقت خالص في العمايل. جربوها وتحبوها جدا. الكمية اللي بتفضل بحطها في أكياس تلاجة، وبحطها في الفريزر، وبخرجها على الميكروويف.
يلا جربوها وقولولي، وبالهنا والشفا.